طبعا كلنا عارفين ان الكشري من الوصفات اللي احنا كلنا بنحبها. النهارده هعمله معاكم في البيت بطريقه سهله جدا وبنتيجه خرافيه. اهلا بيكم في قناتي. انا اسمي نرمين ودي قناتي ناري فود. ويلا بينا نبدا طريقه الكشري. اول سر معايا في الكشري اني بنقع العدس والحمص لمده ساعه كامله. الخطوه دي بتفرق جدا وبتخلي التسويه اسرع بكتير. بعد كده قطعت البصل حلقات باستخدام الاداه اللي عندي في المطبخ. دي اداه موجوده في الكيتشن بتاعي. طب لو احنا مش موجوده عندنا الاداه ديت هنستخدم السكينه عادي، بس نحاول نطلع كل الحلقات متساويه قد بعض علشان لما نيجي نقليها كل البصل يبقى واخد نفس التسويه. وبعد كده هنيجي للإضافة الأساسية اللي بتطلع أصلا البصل مقرمش زي بتاع المحلات بالظبط، الدقيق. هنضيف 3 معالق كبار دقيق على البصل ونقلب البصل كويس بحيث الدقيق ما يبقاش متكتل في البصل. بعدها نزلت بالبصل في الزيت، بس مهم جدا يكون على نار متوسطة علشان يتحمر بالراحة وما يتحرقش مننا. وكمان كنت بنزل كمية صغيرة كل مرة، وده علشان البصل كله ياخد نفس اللون ويتحمر بشكل متساوي. اول بقى ما يوصل للون الذهبي الجميل ده نطلعه على منديل مطبخ او في مصفى علشان نتخلص بس من الزيت الزياده اللي فيه. وبكده خلصنا البصل المقرمش بتاع الكشري. بعد كده ابتديت اجهز الصلصه بتاعه الكشري باني فرمت الطماطم كويس جدا واستخدمت شويه من الزيت اللي كنت محمره فيه البصل. الحركه دي بتودي الصلصه في حته تانية خالص. بعدين ضفت عليهم 3 معالق كبار صلصة ومعاهم شوية صغيرين من البصل المحمر المقرمش اللي احنا كنا عاملينه سوا. الحركة دي بتخلي طبق الكشري مميز جدا وطعمه غني وحلو قوي. سبت الصلصة بقى تتسبك شوية لحد ما وصلت للقوام المطلوب اللي انا عايزاه في الصلصة بتاعتي. في الاخر ضفت شوية ملح وشوية كمون وبكده خلصت الصلصة. هنيجي بقى للحمص. هنصفيه من ميه النقع اللي احنا كنا حاطينه فيها وضفت له ميه جديده ورفعته على النار. اول ما الحمص ابتدى يغلي ابتديت اوطي عليه النار خالص وضفت له شويه من الصلصه بتاعه الكشري اللي احنا كنا مجهزينها. ضفت عليه كمان 2 عصير ليمونه، فصين ثوم، وحطيت عليهم الملح والكمون وغطيت الحمص وسبته لحد ما استوى. الحركة بتاعت ان انا اضيف عليه الصلصة والثوم والملح والكمون والليمون مش بتخلي بس الحمص مجرد حمص مسلوق كده وخلاص، لكن لا، بتخلي الحمص كمان يتشرب من نفس النكهة بتاعت الكشري. العدس بقى انا هنا غيرت له المية بتاعته وضفت له مية جديدة وحطيته على النار. بس خلوا بالكم ما تسووش العدس قوي لانه لسه هيكمل السوا بتاعه مع الرز. 3/4 سلقة للعدس ونقفل عليه ونصفيه كويس جدا من المية اللي فيه. اما بالنسبة للرز بقى فانا حطيت في الحلة شوية من الزيت اللي كنت قالية فيه البصل. ضفت عليه شعرية لحد ما اتحمرت واخدت اللون البني الحلو. بعد كده ضفت الرز هنا انا كنت غسلاه ومصفياه كويس وقلبته مع الشعرية. بعدين اخر حاجة ضفت عليهم العدس المسلوق اللي كنا مصفينه سوا وضفت عليهم المية السخنة. وملحوظة ما تضيفوش مية كتير عشان الرز ما يعجنش. وفي الاخر تبلت بمية في الاخر تبلت بالملح والكمون. وطيت النار خالص وغطيت الرز لحد ما استوى. احنا في الكشري ما ينفعش نستخدم اكتر من نوعين مكرونه. انا استخدمت مكرونه سباجيتي وكسرتها على 3 اجزاء علشان يبقى سهل ان احنا ناكلها بالمعلقه. واستخدمت كمان المكرونه الخواتم. عايزه كمان اقول لكم حاجه، ما تسلقوش المكرونه قوي، ما تخلوهاش مهريه، بحيث لما نيجي ناكلها نحس بطعم المكرونه في بقنا احنا وبنمضغها، نحس بطعم المكرونه.
اتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.